مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنعمل أم علي تحفة زي ما انتم شايفين. هنعملها بقى ومش هنشتري أي حاجة من بره. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة جدا جدا، ولا هنعملها بعيش ولا هنشتري ملفيه. بجد اختراع عملناه النهاردة وعملنا بيه أم علي. شايفين؟ اللهم بارك كمية قد ايه. طلعت معانا بجد تحفة جدا، حلوة جدا جدا في رمضان. مش هيبقى كنافة وقطايف وبسبوسة بس، لازم نعمل حاجة تانية. النهاردة هنعمل اختراع بأمانة، حاجة كده تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. ما تحرمش منكم يا رب. ويلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف الاختراع ده احنا عملناه من ايه. اول حاجه انا معايا هنا سمبوسك. عيالي طلبوا مني ان انا اعمل لهم سمبوسك، فطبعا لما عملتها اكيد بيبقى في زيادات. الزيادات دي انا ما رميتهاش، خدتها ونشفتها في الفرن، وعايزه اقول لكم طلعت تحفه بجد. عايزه اقول لكم ان الطعم خطير، اكني جايبه ملفيه من بره ومكسراه. قسما بالله طعمه تحفه جدا، اللهم بارك. شايفين كمان عايزه اقول لكم ان بيتكسر بمنتهى السهوله. طعمه ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا جدا. ان شاء الله باذن الله فيديو السمبوسك ان شاء الله باذن الله هينزل المره الجايه. والله بجد اختراع جميل جدا جدا. بصوا بقى هنا السمبوسك اللي احنا عملناها بجد تحفة جدا ما شاء الله اللهم بارك. هنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الورقة خفيفة كده بتاعت السمبوسك، واحلى ما تشتريها من بره. ليه تشتريها ب60 وب80؟ ده بحبة دقيق ومية عملنا احلى سمبوسك، وعملنا ام علي كمان حاجة كده بجد تحفة جدا. يلا بقى هنا نشوف هنعمل العظمة دي ازاي. وهنا زي ما انتم شايفين الطواجن ناشفة كده وزي الفل. هنزل بقى كده بحبة حبة كده من الاختراع اللي احنا عاملينه، والله طعمها تحفة بجد. وهنا بقى معايا كده كيلو من الحليب، بس انا طبعا خدت كيلو تاني، بس هو في البداية كده كان كيلو من الحليب. نزلت هنا عليه بمعلقة كده كبيرة من الزبدة، ونزلت بكيس من الفانيليا، وكمان حطيت معلقتين من القشطة زي ما انتم شايفين. والسكر هنا حسب رغبتك انت. وهنا بقى يلا بينا كده عشان نحط بقى في الطواجن. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 زي ما انتم شايفين. هنا معايا شويه كده من المكسرات، زبيب بقى، جوز الهند، سوداني، مكسرات براحتك انت. وهنزل كده على الملفيه اللي احنا عاملينه، والله بجد طعمه احلى من الملفيه كمان. وهنا بعد ما حطيت بقى كده المكسرات كده على الملفيه او في الطاجن، هنزل كده بمعلقه كبيره من القشطه زي ما انتم شايفين. هننزل بعد كده بالحليب، وهنا برضو الحليب حسب ما الطاجن ياخد معاكي. انا بصراحه استعملت النهارده 2 كيلو من الحليب. في الاول خدت كيلو، لو احتجت هاخد تاني، بس بصراحه انا احتجت كمان كيلو. زي ما انتم شايفين انا مليت بقى الطواجن كده، ومن على الوش بقى حابه ان انت تحطي قشطه تاني حطيها. دخلتها الفرن على درجه حراره 180. بعد 10 دقايق كده بتولعي بقى عليهم الشوايه، بيديكي لون حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين شكلهم ما شاء الله جميل جدا جدا. يعني يعتبر ما اشتريناش الا الحليب بس، وساعات بيبقى موجود في البيت. وطبعا الملفيه احنا يعتبر عملناه من حاجه بسيطه جدا جدا. يعني ايه شويه دقيق وشويه ميه عملنا بيهم عملنا السمبوسك، وكمان خدنا منها شويه وعملنا بيهم ام علي. والله اللي هيجرب الوصفه دي والله العظيم هيفضل يعملها على طول، لاني بجد موفره جدا جدا. بدل ما تجيبوا ملفيه ب60 و80 جنيه على ايه؟ طب ما احنا من حبه دقيق وميه عملنا ما شاء الله اللهم بارك. عملنا يعتبر حلو، وهنعمل منه كمان حادق. يعني السمبوسك دي بنعملها باللحمه، بنعملها بالجبنات. بجد بجد اختراع، طعم مش قادره اوصف لكم. جميله جدا جدا. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ والطعم طبعا فيه كده كريمه، يعني بجد طعم جميل جدا جدا. وكمان نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقتين من الكريم شانتيه في قلب كده حبه ميه صغيرين، يعني في حدود معلقتين 3 كده من الميه، وبعد كده قلبتهم على اللبن لان اللبن كان سخن جدا، وما كانش ينفع ان انا احط مباشره كده الكريم شانتيه على اللبن، كان هيكلكع معانا. فانا عملت ايه؟ معلقتين كده من الميه على معلقتين كريم شانتيه وقلبتهم، وبعد كده نزلت بيهم على الحليب وهو سخن. انا عايزه اقول لكم عطينا الطعم بجد بجد تحفه جدا. شايفين كمان الشكل جميل جدا جدا. حابه بقى ان انت تحطي اي حاجه على الوش حطي. بصراحه انا استكفيت باللي انا حطيته من جوه، وكان الطعم بجد جبار، والطعم جميل جدا جدا. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.